ازيك حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بالمرايه اللي كلنا عارفينها دي، بتتباع بسعر رخيص جدا وشويه نوى البلح. هعمل لكم فكره جميله قوي. دي كرتونه هقص منها جزء كده. طبعا نوى البلح قبل اي حاجه بنغسله وننشفه كويس ونشيل اي قشره بتكون عليه، القشره الخفيفه دي بنشيلها عشان بس الفينش بتاع المرايه يبقى تمام. بعد كده انا قصيت الكرتونه بالشكل ده وهشيل الاطار بقى بتاع المرايه كده تمام. هبدأ بقى اوسطن المراية كده في نص الكرتونة، وهثبتها بمسدس الشمع. ونراعي جدا ان احنا نحط كمية شمع كويسة عشان المراية تثبت كويس وما تقعش لا قدر الله وتعور حد. كده اتثبتت تمام كده. هبدأ بقى الخطوة اللي بعد كده ان انا اجيب نوى البلح ده واثبته واحدة واحدة كده. وعلى فكرة ما بياخدش وقت خالص، يعني انا الفكرة كلها على بعض ما خدتش مني 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير يعني. هبدأ بعد كده اثبت نوى البلح، ومع كل شوية هقوم حاطة شمع طبعا لان النوى لو ما اتلزقش كويس جدا بيقع. لو جه في جزء الشمع مش كميته كويسة بيقع طبعا كده. وهبدأ بقى اكمل بنفس الطريقة. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، والقناة عليها افكار تانية كتيرة وان شاء الله هتعجبكم برضو، وكلها من خامات متوفرة في اي بيت. وممكن جدا الخامات دي لو ما عملناش بيها الافكار دي هنرميها، فهنستفاد بيها وتبقى يعني حاجة مفيدة عندنا في البيت. هبدأ بعد كده اكمل الجنب التاني بنفس الطريقة. طبعا مستنية رأيكم في الكومنتات، وما ننساش اللايك والشير عشان اصحابنا يشوفوا نفس الفكرة. هبدأ اكمل كده بنفس الطريقة، والجزء اللي فوق برضو بنفس الشكل كده. طبعا كمية النوى على قد ما انا عايزة يكون حجم الاطار بتاع المراية، يعني ممكن اعمل صف واحد، صفين، 3 على حسب ما انا عاوزة. ونوى البلح عشان طبعا هلاقي الاسئلة يعني كمية نوى البلح دي ازاي. انا طبعا كنت بحوشهم وبشيلهم، يعني بقالي فترة ما برميش النوى البلح زي ما برميش مثلا علبة لبن فاضية، زي ما برميش كرتونة بتاعت حذاء فاضية. ده برضو من ضمن الحاجات اللي انا ما برميهاش. وقشر الفستق برضو ما برميهوش عشان اعمل بيه فكرة من الافكار اللي انتوا بتشوفوها دي. زي ما انتوا شايفين كده. الفكرة نهايتها هتعجبكم جدا ومش هتاخد منكم وقت خالص، وسهلة بصراحة. اكمل كده لحد الاخر. كده تمام. انا يعني اكتفيت بكمية الاطار دي، فهشيل بقى الجزء الزيادة ده من الكرتونة كده تمام. والناحيتين التانيين برضو هسويهم بنفس الطريقة. وده بقى الشكل النهائي. مستنية بقى هعمل كده اللي هو العليقة بتاعتها. طبعا هاخد 3 فتل من اللي هما خيط الخيش، علشان انا ما عنديش الحبل التخين بتاع
الخيش وما عنديش علقة تنفع يعني ليها، فقررت ان انا اعمل ضفيرة من خيط الخيش كده، من 3 خيط يعني 3 فتلات، واعمل بيها ضفيرة عادية خالص. وهي دي هتكون العلقة بتاعت المراية بتاعتي. كده تمام. هبدأ اثبتها بقى في المراية من ورا بالشمع كويس جدا. بالطريقة دي. وده كان قماش جوخ قصيته على قد حجم المراية برضو والكرتونة بتاعتها، وثبته برضو كده بمسدس الشمع عشان برضو تبقى الظهر بتاعها الفينش بتاعه تمام، يعني ما يبقاش الظهر شكله كرتونة يعني. فاضل اخر خطوة وهي خطوة السبراي، وممكن طبعا نعملها بالالوان وممكن نسيبها بلون النوى العادي، بس انا حبيت اعملها بالسبراي الذهبي. حطيتها طبعا على كرتونة عشان ما تبهدلش المفرش بتاعي. بدأت ارش بالشكل ده، وللأسف السبراي جه على جزء من المراية. ولو حصل معاكم كده، انا مسحتها في الاخر بتنر، يعني انا حاولت بالسبرتو والكحول العادي ما نفعش، فجبت تنر ونضفتها عادي خالص في الاخر. يعني لو احنا بنرش جه على المراية سبراي بننضفه عادي جدا بالتنر، وتبقى شكلها زي الفل ما فيهاش اي حاجة. وده بقى شكلها النهائي. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، وما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.